السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا في الفيديو ده عن أشهر وسيلة مواصلات كانت في مصر زمان، السوارس صدمتني ياس السيد. من منا لم يسمع هذه الجملة الشهيرة التي قالتها الفنانة الراحلة آمال زايد في واحد من أشهر مشاهد السينما المصرية من فيلم بين القصرين، عندما خرجت أمينة وصدمتها السوارس، وكانت ترتعب خوفا من السيد لخروجها من غير إذنه. لكن لم يحضر الكثير من الأجيال الحالية وسيلة المواصلات السوارس التي اشتهرت في شوارع مصر بأواخر القرن التاسع عشر، وكانت عبارة عن عربة يجرها الخيول أو البغال كتطوير طبيعي لاستخدام الحيوانات في التنقل بشكل فردي، مما دعا مجموعة من الناس إلى التفكير في استخدام وسيلة نقل تتسع لعدد أكبر من الأفراد وتكون على شكل عربة خشبية تجرها البغال والخيول، سوارس. وقد أطلقه الركاب والمواطنون عليها نسبة إلى صاحبها، والذي ينتمي إلى إحدى أشهر العائلات اليهودية في مصر، وهي عائلة سوارس، والتي احتكرت هذا النوع من المشروعات مع عدد قليل من العائلات اليهودية الأخرى التي كانت تعيش في مصر. هي دي قصة عربة السوارس زمان.